المغرب قبل كان يتعلم منا، اما توا احنا لازم نتعلموا منهم. ناس يخدموا على رواحهم واحنا واقفين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نشوفوا الاعلام التونسي كيف منبهر بالاداء الرائع اللي قدمه المنتخب المغربي امام فرنسا. خليكم مع الفيديو ونرجعوا في النهايه ديالو. لم يعد مفاجأة إنجاز وصول المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى نهائي كأس العالم ليس حظ، هذا ثمرة أكاديمية محمد السادس. المغرب قبل كان يتعلم منا، اما توا احنا لازم نتعلموا منهم. ناس يخدموا على رواحهم واحنا واقفين في نفس المكان. اليو 20 اليو 17 الابريم ليكيب نتاع البنات ليكيب تصحيح كلها خويا ناس تخدم على رواحها خويا ربي. لا وخدمه نتاع 15 عام. المغربي يعبر لنهائي كاس العالم اقل من 20 سنه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في نصف النهائي. قلت اوبن صاحب السيد خرج صحيح بلجيكا مولي تجي نجيبوه احنا يولي ما يعرفش يلعب. واذا يطير النوم يتعدى على الماكينه، واذا يطير النوم نبقى نتفرج في اليو 20 تاع المونديال. تفرجت شويه البارح نضحك مره على فرنسا البارح زاد. ملا الحقيقه ملا جنون يا خويا الصغار هذوك في الكوره نتاع اليوفا فيهم برشا يوصلوا، فيهم برشا ملاعبيه يوصلوا الحقيقه. المغرب قبل كان يتعلم منا، اما توا احنا لازم نتعلموا منهم. ناس يخدموا على رواحهم واحنا واقفين في نفس المكان. فوز المنتخب المغربي على منتخب فرنسا في نصف النهائي لم يعد مفاجأة، إنجاز وصول المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة إلى نهائي كأس العالم ليس حظ، هذا ثمرة أكاديمية محمد السادس. ملا المروك قول ملا مغرب دومي فينال معنا تعمل ليكيب الاولانيه اليو 20 اليو 17 الابريم ليكيب نتاع البنات ليكيب تصحيح كلها خويا ناس تخدم على رواحها خويا ربي. لا وخدمه نتاع 15 عام. اي لعبه تخدم على رواحها، تخدم على لون تيرم. ثم برنامج طويل نتاع خدمه ومن بعد يعطي الاكل نتاعو. شوف انت المغرب نورمال تنجم تعمل نحكي لك كاليتي معناها تنجم تعمل دوزيام ايكيب وتنافس على البطولات الكبيره. صحيح شوف قداش من مهاجم عندهم مسكين. انا نقول راكي شو تعطيه نصيري وتعطيه جامان وتعطيها ايوب الكعبي وتعطيها رحيمي وتعطيه شكون باش يلعب؟ مش راحمينه معناها عندهم الحق باللي عندهم خويا بالكاليتي اللي عندهم. بعد واحد شيء مع البحرين بالسيف مثلا نورمال يلزموا يقبل هو خويا قراش بالجنون هذوكم ثم مينيموم لازم يحبوا هما كي يتفرجوا ويشيخوا. وابراهيم دياز والزلزولي معناها عندي سيري بتاع 15 ربح ظهر. اي ما قالوا له مش مقنعين وكونتر شكون معناها فريمون النقد موجود وموجه لكل استراتيجيه كامله. استراتيجيه الحقيقه انا ما شفتش الليسته تاع الكيب ناسيونال تاع المغرب نتاع اليو 20 هذيا. والله نحكي مع ولاد اصحابي واحد منهم قال معناها كلهم يلعبوا في اوروبا. قالوا لي راني شفت الليسته ثم برشا يلعبوا في المغرب في أكاديمية محمد السادس وفي الفار وفي الشامبيونات فما فيهم شكون يلعب لا معناها برشا من المغرب معناها مش الكل جايين من برا معناها. هي النية نتاعهم تسويق. احكي لك معناها معناها متكونين غادي. البورسنتاج نتاع الملاعبيه اللي برا حسام اكثر من ثم برشا متكونين. كان خرج الليسته انت خرج. انا ما قلت ماليش قلت كان يحكي ولا عندي اصحابي يتبعوا برشا الايفا ومغرومين معناها. دخلت فورماسيون قالت 3 ملاعبيه كهو يلعبوا في ليكيب معناها في البطوله المغربيه. الباقي كلهم محترفين ولا محترفين حسام ديجا حكينا عليهم الجمعه اللي فاتت اللي قبلها. معناها الملاعبيه دكتور ما هماش يلعبوا في معناها في صحيه مستوى عالي. لا عاديين معناها ديزيكيب عاديين صحيتي مش معناها كيما السينيور نتاعهم في بلايص كبيره كلها في كيبات عاديه. الاوبجيكتيف نتاعهم باش يتعداو تو من لي زيكيب المتوسطين هذوما في الاوفال ليكيبات مخي. فوالا بالضبط. دونك فما كارير فما لوجيستيك. هاي نمشي نعملوا طلع في رادس مع صديقنا. احنا لو جينا نبص من زاويه بسيطه كده احنا فين ومنتخب او الكره المغربيه فين؟ الكره المغربيه في كل قطاعات الناشئين او قطاعات المدارس كلها. انت بتتكلم المغرب امبارح المنتخب اللي هو كان البطوله احنا فيها كسب امريكا كسب قبل نهائي. فبكلمك المنتخب الاول منتخب المغرب الكره المغربيه في حته ثانيه ليه؟ تمضي على الدراسه ومفيش اللي بنتكلم فيها المحسوبيه ومفيش انا صاحب مين عشان اقدر امسك منتخبات. انا لما شفت الفتره اللي فاتت يعني انا والله انا مش بتكلم على مدرب واحد. لما شفت الفتره اللي فاتت من يومين 3 التصريحات اللي اتقالت انا ذهلت. يعني انت بتتكلم لا مفيش حد يقول كده. مفيش حد يبقى مدير فني عنده لعيبه بالشكل ده او الكواليتي ده ويقدر يتكلم كده.
فانا شفت حاجات بينت اللي احنا الكره المصريه. احنا طبعا نسينا نبارك كابتن حسام حسن طبعا على لا لسه هنيجي للمنتخب الاول. بس بكلمك النقطه انت بتتكلم، لا ما حدش يقول كده يعني. انا يعني تصريحات انا زعلت يعني صراحه بتتكلم كده، لا الفرق بعيد جدا، احنا بعيد جدا في التخطيط. عشان كده احنا البطوله حتى اللي واخدينها الميداليه الوحيده 25 سنه. نتكلم على البطوله الافريقيه مثلا، اخر جيل لكابتن في السن اللي هو بتاع الناشئين ده كان كابتن ربيع ياسين اللي هو واخده في الجزائر اللي هي 2013. فبتكلم بعد كده احنا فين على الساحه؟ ما لحد دلوقتي ما فيش. بعدنا عشان التخطيط مش محطوط بشكل كويس. ما عندكش الاساسيات كره القدم، اللعيب بيتعلم ازاي. انت معتمد دلوقتي على دوري البراعم او القطاعات كلها اكاديميات استثماري. بص عينيا تبص على المغرب ان كان الفريق الصغير ولا الكبير. الفريق الصغير هيلاعب فرنسا على نصف النهائي و20 سنه، والمغرب وصل للمربع الذهبي في كاس العالم. نيجيريا وصلت لادوار اقوى من كده وابعد من كده. الكاميرون وصل. كل الفرق دي لازم السعوديه كسبت الارجنتين، الكاميرون كسبت نيجيريا واسبانيا، كسبت اسبانيا وقبل كده البرتغال، والمغرب كسبت اسبانيا وكسبت البرتغال. يعني معنى كده نيجيريا كسبت اسبانيا برضه في عز مجدها. بس انا اسف، عشان انت توصل لهذه النتائج ما ينفعش ان انت تبقى قاعد في البيت تقول والله ما شاء الله انا اقدر اعمل كده. لا، هو انت ما تقدرش تعمل كده الا لو قمت اتحركت. صح. إخواني أخواتي، الحلم أصبح حقيقة الآن. صراحة ما بقى ما يتقال بعد هذه الملحمة التاريخية. المنتخب المغربي أقل من 20 سنة دار لنا ملحمة كروية بمعنى الكلمة، خلات العالم كامل يهضر عليها. الناس في كل بقاع الدنيا كيتفرجوا في المغاربة اللي وراهم حلم واحد، يرفعوا الراية المغربية في العالي. شوفوا كيفاش ولا المغرب حديث العالم، كيفاش ولينا كنشوفوا أولادنا كيواجهوا منتخبات كبار بحال فرنسا بوجه مرفوع وبثقة كبيرة. ما بقاتش القصة قصة فوز ولا خسارة، ولات قصة رجولة، قصة جيل جديد كيكتب التاريخ بحروف من ذهب. جيل شاب تربى على الاحتراف، على الوطنية، وعلى الإيمان بأن المستحيل ما كاينش في المغرب. اليوم المغاربة كاملين حسوا بالفخر، حسوا أن الجهود اللي كدير الجامعة والبنيات اللي تداروا والمراكز اللي تفتحات بدات تعطي الثمار ديالها. من أكاديمية محمد السادس خرجوا نجوم صغار كيديروا الفارق في الميدان، كيدافعوا على القميص بحماس، كيبكيو من الفرحة، وكيتغنوا للنشيد الوطني بالدموع في العين. وما ننساش التحية الكبيرة لإخواننا التوانسة اللي عبروا على الإعجاب ديالهم بإنجاز المغرب وقالوها بصوت عالي: المغرب مدرسة كروية. هذه الكلمة ما جاتش من فراغ، جات من احترام ومن تقدير ومن فهم عميق بأن اللي كيديروه المغاربة اليوم راه مشروع كامل ماشي صدفة. المغرب اليوم ما بقاش كيعتمد على الحظ، راه كيعتمد على الرؤية، على التخطيط وعلى الثقة بالنفس. والجيل هذا اللي ربح فرنسا عطانا درس في العزيمة والإصرار، وقال لنا بلي المغاربة قادرين يوصلوا حتى لأبعد نقطة في العالم. كنقولها وبكل فخر، المغرب رجع الهيبة للكرة العربية والإفريقية. من كأس العالم ديال الكبار في قطر لدابا في الفئات الشابة، المغرب داير بصمته في التاريخ. اللي كيشاهدني دابا خليه يرفع راسو ويفتخر، لأننا كنعيشو زمن المجد الكروي المغربي، ومازال الخير للقدام إن شاء الله. لأن هذا الجيل بكل صراحة غادي يكون العمود الفقري ديال المنتخب الأول في المستقبل بإذن الله. فخروا بولادكم، ساندوهم وبقاو ديما متفائلين، لأن المغرب ما كيعرفش الاستسلام. المغرب كيعرف غير طريق وحدة، طريق النجاح والفخر والتاريخ. هذا الشيء اللي عطا الله الاخوان في الفيديو اليوم. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك وتفعلوا زر الجرس وتعطيونا الرأي تاعكم في التعليق على ما قالوا علينا التوانسة. وديما مغرب.